هو ليه في جود وليه في ويل؟ ما الاتنين معناهم كويس. ايه الفرق؟ واحدة واحدة. جود دي صفة، دي adjective. ويل دي حال، ده adverb. يعني ايه حال ويعني ايه صفة؟ بكل بساطة زي العربي بالظبط. الصفة بتوصف الاسم. a good car، عربية حلوة. a good girl، بنت كويسة. a good boy، a good teacher. يبقى انا هنا بوصف التيتشر، الجيرل، البوي، والعربيه، الولد، الاسم يعني. فالصفه الادجكتيف بتوصف الاسم. طويل، تخين، قصير، حلو، وحش، سريع، بطيء، كل دي adjectives، صفات. اما الادفيرب زي well هنا adverb، فهي بتوصف الفيرب، بتوصف الفعل. يعني ما ينفعش اقول a will boy. boy ده نون، ده اسم. لا، الادفيرب بيجي ايه؟ عشان يقول انت عملت الحاجه دي ازاي. I studied well، انا ذاكرت كويس. I played well، انا لعبت كويس. I ate well، انا اكلت كويس. فبيوصف الفعل عملته ازاي. فانت لازم تتعلم شويه adjectives صفات، وشويه adverbs احوال. وطبعا ممكن تلاقي كل الكلام ده في كتاب فوكابي. تقدر تتواصل معانا تسالنا على كتاب فوكابي اللي فيه من 3000 كلمه حياتيه محطوطين في تشانكس، في جمل عشان تستخدمهم بسهوله من غير ما تقعد تترجم كل الكلام ده، واكسرسايز، واهم 200 ايدي من موجودين في الانجليش. وكمان بيجي لك كارت مع الكتاب ده عشان تسمع ال 3000 كلمه بصوتي بالامريكان اكسنت. سلام.